السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم شيماء سرور. اهلا بيكم في القناة. مبسوطة جدا ان انتوا معايا، وما شاء الله التفاعل حلو في القناة، فانا مبسوطة جدا. عشان كده عملت لكم التورتة الحلوة دي، وقلت مش خسارة في المتابعين الحلوين اللي عندي. التورتة دي تورتة شوكولاتة، زي ما احنا شايفين مستخدمين فيها انواع شوكولاتة كلنا بنحبها، علشان تدينا المنظر الحلو ده. وازاي احنا بنشتريها من بره جاهزة بتكون بسعر عالي، لكن احنا في البيت هنعملها بطريقة حلوة، ونقدر يعني نعمل اي شكل بيها لو احنا وظفنا الشوكولاتات بطريقة صح. زي ما انتم شايفين برضو الحشوة كانت مميزة، فهنشوفها في الفيديو ان شاء الله تستفادوا منه معلومات كتيرة جدا. اول حاجة اللي احنا عملناها نحط الاسبونج. احنا عملناه قبل كده في القناة كتير، فهحط لكم روابط ان شاء الله في صندوق الوصف. هستخدم في اول جزء من الطبقات سبونج فانيليا، وهحط حشوة كريمة مع صوص فراولة. تمام. عايزة تغيري في الحشوات دي براحتك طبعا، ممكن تستخدمي فاكهة، ممكن تستخدمي مكسرات، ممكن من غير اي اضافات خالص، حسب الذوق العام. ممكن تحطي كراميل، ممكن تحطي لوتس، حسب الذوق العام اللي عندك. يعني السائد في البيت عندك يعني. فاحنا هنحط هنا الطبقات، ونراعي طبعا ان الحشو انا بسقيها هنا ميه بسكر يعني عادي. ممكن اللي هي الشربات الخفيف، ممكن تسقيها بعصير اناناس، عصير تفاح. الثلاث حاجات دول مطحين وبيبقوا حلوين جدا في الحشوة يعني. بصوا، علشان احنا هنعملها طبقات كتيرة، فتحطي من كل طبقة حشو بسيط، علشان لما تيجي تاكلي ما يبقاش الحاجة تبقى متناسقة ومظبوطة معاكي وانتي بتاكلي. تمام. ما تحطيش الحشوات كتيرة في كل حشو، في كل طبقة قصدي. انا هنا بقى هستخدم في اخر طبقتين هعملهم شوكولاتة. تمام. دي فكرة جديدة، اللي احنا ممكن نعمل طبقات الشوكولاتة من غير ما نعمل التورتة من جوه نصين. لا، احنا ممكن نعمل الطبقات ذات نفسها شوكولاتة، والطبقة زي مش هتحسي وانتي بتاكليها، تحسي فعلا ان انتي بتاكلي الجزء ده شوكولاتة. ويعني الأطعمة منفصلة تماما ومش طاغية على بعض في الأكل يعني. فأنا هنا عملتها معاملة إن أنا بعمل تورتة شوكولاتة عادية، وهحط هنا الجناش الخفيف برضو، هحط لكم في صندوق الوصف طريقة عمله. وهحط كريمة محطوطة متلونة برضو بالجناش، وهحط هنا مكسرات. يبقى أنا عملت الحشو ده، هعمل بس طبقتين بس من الشوكولاتة، وهحط هنا مكسرات. انا حطيت في الطبقه اللي قبل الشوكولاته مكسرات. ليه؟ علشان عايزه احط كميه مكسرات كويسه في التورته، فتبقى متوازنه مع كميه برضو الفراوله اللي اتحطت. هغطيها طبعا تغطيه عشان اشيل اي فراوله منها. وبعدين او اي يعني بتبقى ايه طبقات مثلا مش مليانة قوي، في فراغات، فحاول اغطيها الاول بطبقة خفيفة من الكريمة، ادخلها في التلاجة شوية، وبعدين اطلعها احط عليها الطبقة الاخيرة اللي هي هتبقى الواجهة للكريمة. انا هنا هغطيها بالشوكولاتة. ممكن نغطيها على فكرة بأي لون، وممكن نعمل أي ديزاين تاني للتورتة يعني. دي أساس، وانتي بتغيري بقى في أي ديكور انتي عايزاه في التورتة. أنا هنا هغطيها بالشوكولاتة علشان هحط فيها ميكسات الشوكولاتة اللي أنا جايباها. لازم بس نكون بس واخدين بالنا وضاربين الكريمة كويس قوي. هنا استخدمت ربع كيلو كريمة على نص كيلو مية ساقعة، على معلقة كبيرة باستر كريم، على 100 جرام سكر، وضربتهم كويس جدا لمدة مش أقل من 8 دقايق في العجين. هنا هستخدم المشط علشان أعمل زي ايه خطوط كده على الجنب. المشط ده طبعا جاهز، بيكون يعني من أدوات الحلواني. مش موجود عندك ممكن تعمليها بأي سكينة مشرشرة، أو ممكن تستغني عنه خالص. يعني مش هيقول لا، يعني التوتة مش هتقول لا لو احنا استغنينا عنه. انا هنا هعمل جزء بسيط من الجنب بس، هنزل جناش شوكولاتة، وسيب الجزء التاني فاضي، لان ده اللي هحط فيه الشوكولاتات. طبعا انت ممكن تقدري تغيري في الشكل اللي احنا عاملينه. ادي ميكسات الشوكولاتات اللي انا جايباها، غيري بقى براحتك. نبتدي بس نعمل اطار للتورته.
اي قمع ممكن يعملك شكل مناسب تحطيه في التورته يعني. بس اهم حاجه يكون وردته كبيره يعني. هنحط هنا بقى نرص الشوكولاتات دي. بصوا بقى ايه بالطريقه اللي تناسبكم. الفيديو شارح نفسه في الجزء ده. انا بحاول ان انا ايه احطها بس التنظيم يبان شكله حلو. بس برضو غلطت غلطة يعني في اخر الفيديو هتشوفوها، يا ريت تكتشفوها وتقولوا لي عليها في الكومنتات، لان انا اكتشفتها بعد وانا بصور وانا بعمل مونتاج للفيديو اصلا. مخدتش بالي خالص مع اني يعني كلت التورته، بس برضو مخدتش بالي يعني. احاول بقى ان انا اوظف برضو شكل التورته يعني شكل كده تدي شكل جميل. عايزه اقول لكم الاطفال بتحبها جدا التورته دي. وبصوا بقى بس هي تقطعها بيبقى غلس شويه. تشيلي بقى الشوكولاتات دي كلها وتقعدي بقى تقسمي الشوكولاتات وكل جزء في طبق، ويعني عشان العدل يعني في تقسيم التورته. احنا كده خلصناها. بصوا ما شاء الله شكلها مبهر جدا وبأقل التكاليف. تقدري تعمليها ويكون شكلها حلو جدا في البوفيه عندك في اي مناسبة تعمليها. انا هحط لكم طريقه ضرب الكريمه في صندوق الوصف. هحط لكم طريقه عمل السبونج كيك في صندوق الوصف، وطريقه عمل الجناش برضو في صندوق الوصف. يا ريت ترجعوا للفيديوهات دي علشان يكون الفيديو متكامل بالنسبه لكم. ايه رايكم؟ انا عايزه بقى اقول لكم ايه الغلطه في غلطه صح في الفيديو ها؟ آه، الشوكولاته انا حطيتها للاسف مقلوبه، فالكلمه بتاعتها الماركه بتاعتها طلعت مقلوبه مني، بس انا ما شفتهاش خالص. خدتش بالي غير وانا بعمل المونتاج للفيديو. بس ان شاء الله تكون سهلة وفكرة جديدة اضفناها ان شاء الله للقناة بتاعتنا. نحب نشوف كومنتاتكم واي اقتراحات لينا ان احنا نطور من القناة. نحب نسمعها منكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم كمان نوريكم دلوقتي الطريق من جواها كانت حلوة ازاي، والطبقات باين فيها الفراولة وباين فيها الكريمة الشوكولاتة. فان شاء الله تكون مناسبة لجميع الاذواق في البيت. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.